في لقاء خاص جدا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي نتحدث في كل الأمور التي تشغل الرأي العام وكل القضايا التي تثار داخل كل مواطن مصري. برحب بحضرتك فخامة الرئيس. أهلا، متشكر. والأول بسم الله الرحمن الرحيم، واسمح لي أن أنا أنتهز هذه الفرصة وأن أنا أتوجه لكل المصريين بالتقدير والاحترام والمحبة، واستأذنهم في أن أنا خلال هذا اللقاء أن أنا أتحدث إليهم، وأرجو أن يكون حديثي يلقى القبول والرضا منهم. يعني ضروري يا فندم إن شاء الله. فخامة الرئيس، احنا يعني المفروض النهارده نكون بنتكلم عن فترة عامين من تولي حضرتك رئاسة جمهورية مصر العربية، بس لو أذنت لي إني أبدأ مع حضرتك من قبل كده بشوية، وفي صورة حاضرة في ذهني جدا. وحضرتك وزير للدفاع، وحضرتك كنت قاعد بتستمع إلى خطاب الرئيس السابق محمد مرسي، وكنت حضرتك بالظبط كنت عامل كده وتبتسم وانت حضرتك بتسمع. ايه اللي كان داير في ذهنك في اللحظه دي؟ الحقيقه اللي كان داير في ذهني ان احنا بنفقد فرصه. نظام الحكم في المرحله ديت ما كانش قادر يعني يتفاهم بشكل مناسب ويرضي المصريين، ودخل بفكره في اشكاليه كبيره جدا مع الدوله المصريه بكل ما تعنيه هذه الكلمه. دخل في صراع مع المؤسسات، دخل في صراع مع الرأي العام، وانا كنت شايف ان هو بيضع الدولة في مأزق كبير. ده اللي كنت شايفه في اللحظة ديت، لان كانت اخر فرصة. الابتسامة كانت بتعني ان هم ما يعرفوش المصريين. الشعب المصري شعب واعي قوي وعظيم، ومش بالقوة حد يسوده يعني. وبالتالي عايز اقول له انك كده انتوا مش هتنجحوا، وكده انتوا الناس هتخرج عليكم، وده اللي حصل. حضرتك قريبا قلت كلمة ما بخافش، واللي يقول يوم 30 يونيو ويوم 3 يوليو واللي يخرج ويقف اكيد هو ما بيخافش. ايه اللي كان مفروض ان الانسان يبقى خايف منه في ذلك الوقت وحضرتك ما خفتش؟ وايه اللي النهارده حضرتك كنت متوقع ان الناس هم شايفينك انك هتخاف منه لكن برضه بتقول لهم ما بخافش؟ انا في 30 يونيو وقبلها، مش بس عشان بس نبقى الامور تبقى في نصابها. الموضوع ما بداش ابدا في 30 يونيو، الموضوع بدا قبل كده بكتير. ومهم قوي ان احنا كلنا نفتكر كويس قوي ان احنا حاولنا الاصلاح، وحاولنا ان احنا نوجد صيغه للتفاهم، مش بين القوات المسلحه وبين الدوله او في نظام الحكم في الوقت ده، لا، بين الدوله وبين مجتمع ككل. حاولنا نصلح ده واستدعينا نفسينا. ايوه، وده نقطه في منتهى الاهميه. احنا كنا ممكن مالناش دعوه بالموضوع ده خالص، وده ما حصلش. وده امر احساسنا بالمسؤوليه واحساسنا بالخطر وحبنا لاهلنا وحبنا لشعبنا اللي احنا جايين منه، ان ما يحصلش فيه مشكله كبيره دي، هو اللي دفعنا لكده. ما كانش فيه خوف غير على الشعب المصري، ما كانش فيه خوف غير على ان يسقط والدوله تسقط في حرب اهليه لا اول لها ولا نهايه. واحنا من حكمه ربنا ان احنا شايفين الدول اللي بتدخل المأزق ده بيحصل فيها ايه. يعني انا بعتبر ده يعني رساله لينا ان احنا نخلي بالنا. وده اللي كنت انا قلقان منه ساعتها، ان انا طب لو حصل الصراع ده هنعمل ايه؟ لكن على المستوى الشخصي الخوف ما كانش موجود، مش من باب الاندفاع والتهور، لكن من باب المسؤوليه تجاه قسم انا اقسمته كوزير للدفاع للحفاظ على امن وامان الدوله بما فيها الشعب المصري.
القسم مسؤوليته كده. اكيد. طب حضرتك ما بخافش بعدها ب3 سنين في 2016 كانت موجهه لمين؟ الحقيقه الرساله دي انا قلتها لان المواطنين بعد التفويض وبعد كل الاحداث اللي مرت بمصر كانوا مش خايفين وكانوا متحملين، ومصر دفعت ثمن كبير قوي بالمناسبه، دفعت ثمن كبير قوي قوي خلال ال3 سنين اللي فاتوا. في ناس سقطت وفي ممتلكات دمرت وفي مؤسسات يعني كهرباء والسكه الحديد انا مش عايز استدعي الكلام ده دلوقتي، لكن عايز اقول في ثمن كبير مصر دفعته ولكن المصريين تحملوه. لكن انا اعتبرت الرساله دي بدايه تخوف المصريين على المستقبل وتخوفهم ان يكون كتر الضغوط اللي بتحصل دي يكون ليها رد فعل سلبي على المصريين. انا ما شفتهاش ان هي رساله ليا انا بقدر ما انا انتبهت لها على ان هم خايفين على الواقع وعايزين الامور تستمر بسلام وباستقرار اللي تحقق خلال الفتره ديت. فانا كان رد لهم انه لا ما تخافوش، الامور ماشيه كويس، ومش ماشيه كويس عشان الدوله واقفه على حيلها، لا. ودي انا بسجلها لكل المصريين. في ملحوظتين مهمين جدا او هامتين جدا لازم ننتبه لهم: حجم الوعي وحجم الفهم وحجم القدره على الفرز من جانب المصريين خلال الفتره الاخيره يؤكد انك لا ما تخافوش. اتعملت محاولات كثيره جدا لتحريك المصريين خلال السنتين اللي فاتوا.